السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. ومعنا القصة اليوم تتعلق بذكر التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأثرها العظيم بفضل الله في الشفاء وانشراح الصدر وتسهيل وتيسير الأمور بقدرة الله سبحانه وتعالى. تقول إحدى الأخوات أنها ذات يوم علق شيء بحلقها قبل أن يسقط إلى الجوف، يعني داخل الأمعاء، فوجدت ألما شديدا وأصيبت باختناق وبالكاد تتنفس. تعبت، حاولت مرارا وتكرارا إخراج هذا الشيء، حاولت ولم تجد إلى إخراجه سبيلا. سبحان الله، يعني ألم فظيع وصعوبة في التنفس وشيء قارب الاختناق، فما كان منها إلا أن ألهمها الله أن تردد هذا الذكر العظيم بعد أن استلقت على ظهرها وأخذت تتدبر، وهي تردد وتعيد وتكرر ببطء شديد، وتدبر للمعاني وتعلق بالله وتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه على كل شيء قدير، وأنه له الملك وله الحمد وله كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله. تقول ما وصلت إلى العدد رقم 300 أو تزيد أو تنقص قليلا إلا وخرج هذا الشيء بكل يسر وسهولة من فمها. وجدت انشراحا سبحان الله في الصدر وثقة بالله لا مثيل لها. فتمسكوا بالذكر هذا، كرروه 100 مرة أو اذكروه 100 مرة في اليوم، لأنه فضائله عظيمة. تكون حرزا من الشيطان، وتحط عنك 100 سيئة، وترفع 100 درجة، وتمثل أو تكسب، يعني كأنك اعتقت 10 رقاب. وأيضا سبحانه وتعالى لا يأتي يوم القيامة أحدا بمثله، يعني من الأجر والفضل، إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. ومعنا القصة اليوم تتعلق بذكر التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له